هلو يا بنات، عاملين ايه؟ انا اقتحمت كده بقى مطبخ ماما النهارده وقلت لها سيبيلي بقى، انا هعمل لكم الغدا النهارده. وابتديت ان انا افتكس. اول حاجه اخويا كان نفسه في الكورن سلو. نزلت الصبح رحت السوق، طبعا ما رضيتش ان انا اصور لكم لان كنت مكسوفه وكده، فما حبيتش ان انا اصور. جبت بقى المتطلبات بتاعه الاكله. وكان في شويه حاجات ناقصه لماما، نزلت جبتها لها. وابتديت بقى ان انا ابشر الجزر وبشرت كرنب السلطه، الكرنبه الصغننه دي بتاعه السلطه. وابتديت اخلطهم كده مع بعض، وحسيت ان الجزر اكتر شويه من الكرنب، فابتديت ان انا بقى ايه اقطع كرنبه كمان. قطعت كده حته كرنبه صغننه. على فكره كل سلو انت لو عملتيها من البدايه اول حاجه تبدأي بيها، لان كل ما بتركنيها على جنب اكتر بتبقى تحفه، ويا سلام بقى لو عملتيها قبلها بيوم، بجد بتبقى طعمها حلو. هبتدي بقى احط عليها معلقتين كبار من المايونيز، ولو ما عندكيش مايونيز تحطي علبة زبادي، وحطيت معلقة كبيرة من الخل وليمونة. هبتدي بقى اخلط كل ده مع بعض، وهحط عليها معلقة كبيرة من العسل او معلقتين سكر حسب المتوفر عندك. وهبتدي بقى اخلط كل ده مع بعض، بجد كانت خطيرة وكانت طعمها حلو جدا. هسيبها بقى خلاص جاهزت معانا، ما خدتش اي وقت، هسيبها بقى على جنب. وهبتدي اعمل باقي الوصفة التانية. جبت الطاسة وحطيت فيها شوية سمنة وشوية زيت، وهبتدي ان انا اسيح السكر كده وهنزل عليه بالدبابيس بتاعة الفراخ. بجد الاكلة كانت خطيرة خطيرة خطيرة. هبتدي بقى ان انا اشوح الفراخ كده وتاخد صدمة وتاخد لون حلو، وكمان البصل اسمه ايه ده، السكر اداها كده كرملة حلوة قوي، وكمان لما حطيت عليها البصل كانت خطيرة. نزلت عليها بقى بالفراخ كده، وهبتدي ان انا اعمل لها اطعنها كده كذا طعنة علشان اتاكد ان هي هتستوي من جوه، والتتبيله هتدخل لها من الفتحات دي. هبتدي بقى ان انا اديها طعنات كده، والله الدبابيس تعبت عليا وانا بطعنها كده في قلبها. هسيبها بقى تاخد اللون اللي انا عايزاه، تتشوح براحتها، وهبتدي بقى اعمل الخضار بتاع المكرونه، لان هعمل النهارده مكرونه بالبنك صوص. جبت بقى الطاسة وحطيت فيها شوية زيت، ونزلت عليها بفصين توم مفرومين، ونزلت بالخضار، جزر مقطعة كده شرايح، والجزر يعني كوسة وجزر. ونزلت عليها بالبصل بشوية بصل، وهبتدي بقى ان انا اقلب كل ده مع بعض لحد ما اتأكد ان الخضار اتشوح كده وخد تشويحة كده بسيطة، يعني لونه ابتدى يغير. واول ما احس ان لونه خلاص ابتدى يغير، هنزل عليها بقى بالفلفل الالوان وفلفل الرومي. انت عندك اي خضار حطيه، عندك بطاطس، عندك الفاصوليا الخضراء الطويلة دي، عندك بروكلي، هتبقى طعمها خطير برضو. وهبتدي اشوح كل ده، مع كده هتبلها. اخر حاجة احط عليها المشروم، بس بعد ما اتاكد ان الخضار كله اتشوح وخد لون حلو. وهبتدي بقى ان انا اتبله بملح وفلفل وبهارات وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. البهارات اللي انت حابه النكهه بتاعتها حطيها، بس بلاش تستكفي بالملح والفلفل. يعني حطي بهارات برضو مش بكترة، ولا ما تحطيش خالص، يعني خليكي في المعقول. خلي كده طعم اكلك يبقى حلو، يعني خلي نفسك يبقى اكل، خليكي مختلفة في اكلك. انتوا فاهمين؟ يعني انا الصراحة لما عملت الاكلة دي ماما وبابا عجبتهم قوي، وغيرت يعني انا عملت مكرونه وفراخ عادي، زي يعني زي بقيه الاكلات عاديه، مكرونه وفراخ. بس حبيت ان انا اغير من الاكله، يعني اديت لها كده تست حلو، وحطيت عليها يعني فاهمين قصدي؟ انتوا فاهمين انا عايزه اقول ايه صح؟ يا ريت تكتبوا لي في الكومنت اللي انتوا فاهميني، بدل ما انا حاسه ان انا عامله زي العبيطه ولا هبله كده. مش عارفه أنا ليه ببقى متوتره لما اجي اسجل بجد واعمل مونتاج. على فكره انتوا موتريني جدا، بس انا عارفه ان انتوا يعني هتتقبلوني، انا عارفه صح ولا ايه؟ المهم يعني نخش في بقيه وصفتنا. انتي حاولي تتشجعي كده وتعملي تعملي اكلات جديده، اخترعي، جربي. انا على فكره متعوده ان انا بدوق الاكل وانا بعمله، وبعمله على حسب ما انا بحب طعمه، على حسب ما انا بحب اكله. يعني مثلا بدوق الاكل، بدوق مثلا الصلصه، اقول ايه ده، دي محتاجه شويه فلفل اسمر، دي محتاجه شويه ملح، لا انا بحبها كذا. انت فاهمه قصدي؟ عودي نفسك انك تعملي الاكل بالطريقه اللي انت بتحبي تاكليه بيها، مش معتاد. مش لا هي حط المكرونه على الميه شويه زيت شويه
لا، حاولي انك تفتكسي وتشوفي انت بتحبيها بالطريقه اللي انت عايزه تاكليها بيها واعمليها. بس اتمنى ان انتوا فهمتوني. يعني المهم انا حطيت شويه بهارات، حطيت بابريكا وتوم باودر وشويه كاري، وابتديت ان انا اقلبها بقى كده. بصوا خدت لون حلو قوي البصل مع معلقه العسل اللي انا حطيتها، اديت له كده كرمله بجد كانت تحفه. هبتدي بقى انزل عليها بشويه ميه علشان تكمل السوا بتاعها. انا كده بس اديت لها صدمه يعني شوحتها، وهبتدي بقى ان انا اكمل السوا بتاعها. نروح بقى نعمل الصلصه مع بعض. انا هعمل صلصه مكرونه عاديه خالص تماما. حطيت شويه زيت وحطيت تومه مفرومه وابتديت ان انا اشوحها، وحطيت معلقتين كبار من الصلصه وابتديت اقلبهم كده مع قالب من الماجي، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت توم باودر. انا عايزه بقى اقول لكم اللي انتوا لو وصلتوا معايا للمرحله دي انا عايزه اشتكي لكم بجد منكم، لان انتوا بجد مقصرين معايا في اللايكات والكومنتات. هو الفيديوهات ما بتعجبكوش؟ لو ما بتعجبكوش يا جماعه اكتبوا لي، قولوا لي رايكم حلوه وحشه، ما تصوريش تاني. يعني لازم يبقى في لغه كده ما بيننا، يعني انتوا ناسيني خالص. المهم بقى انا حطيت دلوقتي بعد ما حطيت التوم البودر هبتدي ان انا اقلبها، ونزلت عليها بالكريمه الطهي، وهي هبتدي بقى ان انا اقلبها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد كانت طعمها جديد وخطير. اظبطي بقى حدقها، لو عندك جبنه موتزاريلا حطيها برضو بتديها مطه حلوه قوي. هنسلق بقى مع المكرونه. انا المكرونه بخلي الميه تغلي اول حاجه وبنزل بالمكرونه وبشويه زيت وملح، وهبتدي بقى اقلبها وهسيبها تاخد غلوتين، وهطفي النار هغطيها لحد ما تستوي. انا بحب المكرونه بتبقى بتمضغ شويه، ما بتبقاش مستويه سوا كامل اللي هي تبقى مهريه، لا عشان ما تتهريش مني وانا بقلب عليها، وانا بقلبها يعني مع الخلطه. المكرونه خلاص استوت وحطيت عليها الصوص اللي هو البنك صوص، وانا كنت فاكره ان الموبايل بيصور بس خدعني. انا الموبايل خلاص بتاعي بقى بينهار، فادعولي بقى كده ان انا ربنا يرزقني واصلحه يا اما اجيب موبايل جديد. ونزلت عليها بقى بالخضار وابتديت بقى اقلبهم كلهم. بجد كانت طعمها بجد خطير. ودي الكول سلو بعد ما حطيتها بقى في طبق وسبتها طبعا فترة في التلاجة. والمكرونة هي بجد كانت حلوة قوي وعجبت ماما وبابا واخويا. وانا مش اول مرة اجربها، انا جربتها لجوزي وعجبته برضو، فهو اللي شجعني ان انا اعملها. بس وده يكون الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه، ويا ريت تشجعوني. انا اتمنى ان انتوا حتى تكتبوا لي فيديوهاتك وحشه، فيديوهاتك حلوه، ما تصوريش تاني كده، يبقى في لغه ما بيني وبينكم. بصوا بقى الدبابيس لونها عامل ازاي، بجد كانت حلوه قوي. طبعا بعد ما اكلت غسلت المواعين، وقلت بقى ان انا لازم اغسل بقى البوتاجاز، انضف الدنيا مكان ما كركبتها. نضفت البوتاجاز وعملت احلى كوبايه شاي بالنعناع، شاي بالنعناع بس خطيره. شربتها كده بقى وخلاص. بقى قلت ان انا اقعد بقى مع ماما كده وارغي واصدعها بقى بالكلام بتاعي. وبس كده يومنا خلص النهارده. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم، وهتوحشوني لبكره. باي باي.